ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى معانا فيديو مهم جدا نتكلم فيه عن اقوى وصفه طبيعيه لزياده انتاج البيض عند البط. اول مكون معانا ده عيش مغشوش يا جماعه. ما ينفعش تنشفي العيش المعفن اللي بقاله فتره، مضر جدا ليهم. وصدف، ده عليه صدف، وده علف بياضه. ده الكيلو منه ب18 جنيه، اقل من العلف العادي. العلف العادي ب24 او 23. ده اصلا اهم مكون في الوصفة كلها، لان هو فيه بروتينات عالية ومعادن وفيتامينات ضرورية لانتاج البيض. ودي تشيش، يعني جايبة 3 كيلو علف و3 كيلو تشيش. بيدي البط طاقة، وبيخلي الاكل متوازن كده، وبيساعد في زيادة الوزن، وزن البط شوية لو انت مديه لوحده، يعني بيزود انتاج البط يعني. والصدف اهم حاجة يا جماعة، الصدف، لانه ده يعني مهم جدا، لانه مصدر كالسيوم طبيعي بيخلي قشرة البطة حلوة كده وقوية. وده ملح، بيساعد على توازن الاملاح في جسم البط. وده صدف، ده قصدي قشر بيض، كنت منشفاه وطحنته ناعم جدا، وانا كنت قلبت الخلطة وهحطها هنا في الجردل. دي الخلطة دي تقضيكي مثلا اسبوع، مثلا 5-6 ايام. قشر البيض يا جماعة المطحون غني جدا بالكالسيوم، بيساعد على تقوية قشرة البيضة اللي البطة هتبيضها. الوصفة دي ممتازة جدا يا جماعة، جربوها والله مش هتندموا. انا هحط البط قدامكم اهوت وهتشوفوه. هنا بقى كنت بفتح عشان احط لهم. سموا الله يا جماعة. هما كان اصلا قدامهم دشيش من امبارح، وانا قلت يعني كنت جايبه لهم دشيش حطيته عادي لحد ما اعمل لهم الخلطة دي، لان هم خلاص داخلين على مرحلة البيض. وهنا بسم الله ما شاء الله حبوها جدا. وزي ما انتوا شايفين، اهم حاجة في الوصفة يا جماعة لازم قشر بيض وصدف، ولو في جير، حجر الجيري حلو برضو. كالسيوم طبيعي بيقوي القشرة بتاعة البيضة. لو ضفتيهم والله هتلاحظي فرق كبير جدا في جودة البيض وعدد البيض كمان. بسم الله ما شاء الله، يعني بدل ما البطة عندك بتبيض 10 هتبيض 20. ودي وصفة كنت عاملها لهم عشان الاسهال، وبسم الله ما شاء الله عملت معاهم مفعول. لو عايزين نتكلم عن الوصفة دي اكتبولي في التعليقات، وكنت بوريكم الحمام بتاعهم. يعني ما شاء الله هما لسه دول على وش بيض، يعني ما كانوش بيبيضوا على وش بيض. بس انت لو عندك بط مقطع بيض، قطع بيض يعني، او بيبيض يوم ويوم، فوالله العظيم الوصفة دي جميلة قوي. هتشيلوا علف بياضة حلو والله، حلو يعني. فيه بروتينات عالية جدا ومعادن وفيتامينات. اهم حاجة يا حبايب قلبي، ما تنسوش تدعموا القناة وتشتركوا في القناة، حتى لو بلايك، عشان يوصلكوا كل جديد عن الوصفات للبط والفراخ طبيعية بإذن الله. ياريت يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.